السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي قناة أبراج اليوم للتوقعات اليومية. اليوم هنعمل برج القوس بتاريخ 12/12/2025، وهنشوف طاقتك غدا وتوقعاتك على جميع الأصعدة، على الصعيد العام والعملي والمالي والعاطفي والصحي والدراسي. ما تنسوش حبايبي عمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا منكم ليصلك كل ما هو جديد أصحاب برج القوس. على الصعيد العام القوس داخل النهاردة بطاقة مزاجية بقوة. نصك الأولاني يا قوس هادي ومتصالح وحاسس بنعمة ربنا حواليك، ونصك التاني يا قوس شايل خيبة وشايل إحساس إنك كنت بتحط مجهود في ناس ما كانتش مستاهلة أصلا. الصورة باينة فيها يا قوس طريقين واضحين. الطريق الأولاني وردي فيه مشاركة وضحك ولم وذكريات حلوة، والطريق التاني فيه وقفة مع ناس وخسارة حاجة أو وداع مرحلة. وده معناه إنك يقوس في لحظة فصل، إما يا ترجع لناس من الماضي أو تكمل لوحدك في طريق جديد تماما. كمان يقوس في حنين مسيطر عليك الفترة دي، ممكن يكون ذكريات أو ممكن يكون مع شخص أو ممكن لأيام كنت فيها مطمن أكتر. وفي نفس الوقت يا قوس في رسالة قوية جدا، والرسالة دي بتقولك الخير اللي جاي أكبر من اللي راح، بس بشرط يا قوس إنك متبصش ورا منك كتير. كمان يا قوس في حد حاول يشغلك عن طريقك، حد حاول يحسسك بالتأثير، حد حاول يدخل الشك في قلبك، لكن طاقتك دلوقتي يا قوس أقوى من أي تشويش. القوس النهاردة محتاج هدوء وترتيب أفكار وقرار حاسم، والبعد عن أي حد بيستنزفك يا قوس طاقتك بالكلام أو المقارنة. اليوم مناسب للتطهير النفسي يا قوس، ومناسب إنك تقول كفاية لحد كده. أما على الصعيد العملي مهنيا القوس داخل مرحلة اختبار حقيقي، اختبار فيه صبر واختبار فيه التزام واختبار فيه قدرتك على الثبات. في فرصة شغل أو مشروع واضحين في الصورة يا قوس، بس في نفس الوقت في ضغط وفي مسؤوليات زيادة عندك وفي إحساس إنك شايل الحمل لوحدك. كمان يا قوس في شخص أكبر منك في المكان، ممكن يكون مدير أو ممكن يكون صاحب قرار. هو مراقب أدائك كويس جدا ومش بيظهر ده، لكنه ناوي يا إما يراقبك يا إما يغير مكانك تماما. الفترة دي يا قوس أنت محتاج شغل هادي، من غير اندفاع ومن غير مجازفات سريعة ومن غير ما تفتح سرك لحد. في ناس بتتكلم عنك يا قوس وفي غيرة واضحة وفي مقارنة بتحصل ورا منك، بس طاقتك فوضى عليهم. خدها نصيحة يا قوس، اشتغل بسكات وخلي النتيجة هي اللي تتكلم. وفي رسالة مهمة جدا بتقولك خلي نجاحك هو التحدي الوحيد يا قوس. أما على الصعيد المالي ماليا القوس داخل على مرحلة رزق، لكن بعد مجهود. مفيش فلوس سهلة ومفيش مكسب سريع، كل حاجة جاية بعرق وصبر. في مصدر رزق يا إما بيتوسع يا إما بيتغير يا إما بينقل من شكل القديم لشكل جديد. كمان في فلوس داخلة من تعب سابق يا قوس، حق كنت ناسيه أو مبلغ كنت فاقد الأمل فيه، لكن في نفس الوقت في التزام مالي تقيل وفي مصروفات غير محسوبة وفي شخص محتاج دعم منك يا قوس. الرسالة المالية ليك واضحة يا قوس، ابعد عن الديون، ابعد عن شراء العاطفة، ابعد عن المغامرة. الفلوس جاية لكن محتاجة عقل مش قلب. على الصعيد العاطفي عاطفيا القوس داخل بطاقة حساسة جدا، فيها حب ومجهود بس مش مرتاح، فيها مشاعر صادقة لكن شايلة تعب، وفيها طرف واحد لسه متمسك وواحد مش قادر يكمل بنفس القوة. كمان يا قوس في حد في حياتك يا إما قرب أوي من قلبك يا إما كان قريب وبدأ يبعد عنك، يا إما راجع في تفكيرك كل ليلة رغم إنه مش معاك. كمان الصورة بتقول يا قوس إن في لقاءات حصلت وذكريات اتبنت وضحك وحلم وسند، لكن يا قوس في نفس الوقت في حاجات انكسرت، زي كلمة اتقالت غلط أو وعد ما تنفذش أو إحساس بالأمان اتسحب فجأة. القوس هنا في موقف صعب، بين إنه يسامح وبين إنه يحمي كرامته، بين إنه يشتاق وبين إنه يرجع لنقطة وجع قديمة. كمان يا قوس في شخص بيحاول يصلح أو يقرب بينك أو يبعت إشارات غير مباشرة، لكن القوس هنا حاسس إن الكلام لوحده مش كفاية. الرسالة العاطفية ليك واضحة جدا يا قوس، اللي عايزك بجد هيجيلك بخطوة مش برسالة، بالفعل مش بالنية،
ولو انت عازب يا قوس ففي تعارف جديد قريب، مش صاحب ومش فجأة، لكن هادي وحقيقي وجاي من دايرة قريبة ليك على هيئة شغل أو صحاب أو تعامل يومي. أما لو أنت يا قوس في علاقة فهترجع تقعد مع نفسك وتسأل وتقول هل أنا مبسوط ولا ده مجرد تعود؟ وهنا قرار جاي، يا إما تحدي حقيقي يا إما نهاية محترمة بدون قسوة. أما على الصعيد الصحي، صحيا القوس محتاج ينتبه جدا، الجسم بيكلمه لكن انت كنت بتأجل، بتضغط وبتقول هعدي، في إرهاق في العضلات أو في الأعصاب أو في النوم أو في الهضم، وكمان في طاقة نفسية متكدسة، قلق وتفكير زيادة وتوتر صامت وضغط ما بتتكلمش عنه. الصورة هنا بتقولك يا قوس إن جسمك محتاج طبطبة مش قسوة، محتاج تنظيم مش ضغط، محتاج راحة بجد مش نوم متقطع. نصيحة مهمة جدا ليك يا قوس، اشرب مية كتير ونام في ميعاد ثابت وقلل المنبهات وخفف شوية من الناس اللي بتستفزك بالكلام. كمان في تحسن صحي جايلك يا قوس لكن بعد ما تغير روتينك مش قبل كده. أما على الصعيد الدراسي، دراسيا القوس بيبني نفسه من جديد بعد فترة تشتيت أو كسل أو فقدان شغل، في عودة جايالك زي مذاكرة أو تعليم مهارة أو شهادة أو لتجربة جديدة ما كنتش مخطط ليها. كمان في نجاح قادم ليك يا قوس لكن مش سهل، نجاح تعب ونجاح بالليالي والسهر، نجاح بإصرار مش بحظ. كمان في حد بيشجعك زي معلم أو صديق، شخص أكبر منك وواخدك على قد عقلك بس شايف فيك طاقة أكبر بتكبر من اللي أنت بتستعملها. كمان اللي جاي دراسيا يا قوس يا إما نقلة قوية يا إما اعتراف بمجهودك يا إما باب جديد بيفتح قدامك فجأة، لكن الشرط الوحيد إنك ما تستهينش بنفسك تاني يا قوس. الخلاصة يا قوس، القوس النهاردة واقف بين الفقد والأمل وبين العقل والقلب وبين اللي راح واللي لسه جاي قهوة. القراءة بتقولك يا قوس اللي فات عليك مش قليل يا قوس، بس اللي جاي ليك يستاهل صبرك كله، وما تقلقش الخير مش بيضيع عند ربنا يا قوس ولا عند اللي قلبه نضيف زيك. ودي كانت قراءتك اليوم يا برج القوس، انتظروني مع فيديو آخر وتوقعات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.